السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم شهيوات منى الشرقاوي. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة اللي رائعة جدا وسهلة وسريعة. غادي نشارك معكم عصير بالفواكه اللي اقتصادي وكيجي بنين، غير بجوج برتقالات وتفاحة وحدة وموزة واحدة كتحصلوا على أكثر من لتر ونصف من العصير اللي كيجي منعش ولذيذ بزاف، بدون حليب بدون اضافات. اكيد سجليه للصيف غينفعك بزاف. فخليكم معايا تشوفوا تفاصيل هذه الوصفه. فقبل الى عجبتكم ما تنساوش لايك واشتراك باش دائما توصلوا بالجديد وفرجه ممتعه. فبالنسبه للمكونات ديال هذا العصير غادي نحتاجو 2 حبات ديال البرتقال مع حبه وحده ديال التفاح. غنحتاجو كذلك بنانه وحده. فبالنسبه لهذا العصير غادي نوجدوه طبيعي 100%، ما فيهش السكر. غادي نضيفو هنايا كاضافه اللي كتعطي بنه اكثر، كيجي هذا العصير لذيذ. واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الموز، كيجي رائع جدا، غير جربوه. وعندي هنايا لتر من الماء اللي ضروري يكون بارد مزيان، يكون عندكم في الثلاجه. كيف لاحظتوا معايا مباشره غنمروا للطريقه ديال التحضير اللي كتبقى سهله بزاف وسريعه. هذا العصير غنوجدوه غير بالماء بلا حليب، كيجي روعه جدا. هنا خويت لتر من الماء اللي كيكون بارد مزيان، وغادي نخوي فيه البرتقال اللي قطعته، اكيد نقيته مع التفاح نقيته حيت ليه القشره كذلك، وحبه ديال الموز. فبالنسبه للموز راه كتعوض لينا السكر، يعني كيجي هذا العصير طبيعي وفي نفس الوقت كيجي متوازن في الحلاوه ديالو، خصوصا بهذه الاضافه اللي درت دابا، واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الموز. مباشرة هنايا هاد المكونات كلهم غنسد عليهم وغادي نطحنهم مزيان حتى كينسجموا مع بعض ويصبح عندنا العصير جاهز للتقديم. كيجي رائع جدا ولذيذ. كيف لاحظتوا معايا كيجي خاتر على هاد الشكل هكا، فما كيتاكسدش تماما، خصوصا انه فيه البرتقال. فغير جربوه بهذه الطريقه، بما انه بزاف ديال الناس اللي كيديروا الموز هكا والتفاح مع الحليب، هذه طريقه احسن، خصوصا في هذه الوقيته هذه كاين بزاف البرتقال. الانسان يستغل الوقت ويوجدو اكيد، او لا يجمدو. دائما هكا في الصيف كنحتاجو عصير اللي يكون بارد ومنعش هكا لوليداتنا. فكيف كتلاحظوا معايا راه كيجي غزال بزاف، احسن من الجاهز اكيد 100% بدون نقاش. فكيف لاحظتوا معايا طريقه اللي سهله بزاف وبسيطه، وعصير كيجي منعش وخاتر ولذيذ بزاف، خصوصا الا استعملتوا هكا الماء اللي يكون بارد مزيان فكتقدموه مباشره. فكنتمنى هذه الوصفه ديال اليوم اكيد تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتشاركوها مع الاهل والاصدقاء. ما تنساوش لايك واشتراك باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه والتشجيع. الى اللقاء في وصفه جديده وفيديو قادم باذن الله. في امان الله، مع السلامه.